تناقلت وسائل إعلام عربية وغربية غير رسمية خبر إعدام أحد أخطر الهاكرز في العالم. يتعلق الأمر بزائر من العالم الافتراضي حير العقول الإلكترونية الأكثر أهمية على الإطلاق وأصابها بالشلل، إلا أن الشاب اكتسب شهرة وتعاطفا من لدن الجماهير العربية بسبب رفضه مساعدة الكيان الصهيوني وفضل السجن على ذلك. هي حرب إلكترونية ضروس تواجهها الولايات المتحدة وأوروبا ويعاني منها الكيان الصهيوني بشكل خاص بعدما تم اختراق مواقع حساسة كوزارة الحرب والخارجية والتربية والبنتاغون والكنيست والمؤسسات المالية الفرنسية، وهو الأمر الذي تجندت له أجهزة الاستخبارات العالمية للقبض على أحد أهم الهاكرز العشرة المطلوبين عالميا. إنه الشاب الجزائري حمزة بن دلاج البالغ من العمر 25 سنة، لقب بقرصان شبكة الإنترنت وروبن هود زمانه، قادم من عالم افتراضي لا يؤمن بالمستحيل، كما قام بالسطو على 217 بنكا عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى العشرات من البنوك الماليزية، كما قام بهجوم إلكتروني على أكثر من 8000 موقع فرنسي وتسبب في إغلاقها. وقدرت الثروة التي حاز عليها ب3 ملايير و400 مليون دولار، وأن أضعاف حصيلة للسطو كان يخرج منها حمزة ب10 ملايين دولار، وتجول في أكثر من 100 بلد في 3 سنوات، أنفق تلك الأموال على فقراء فلسطين وإفريقيا والجزائر. تم القبض عليه عام 2003 وتم ترحيله بعد ذلك إلى سجن جورجيا بالولايات المتحدة بعد 2 من اعتقاله في العاصمة التايلاندية. إلا أن السبب الحقيقي وراء شهرته والاستحسان الذي لاقاه لدى الجماهير العربية هو سر ابتسامته العريضة بعدما استنجدت به إسرائيل مقابل الإفراج عنها عام 2003 حينما تعرضت لهجوم إلكتروني شرس من طرف الهاكرز الأنونيموس الغاضبين إبان الحرب على غزة، وأغلقوا المواقع الحساسة لديها والإذاعة والتلفزيون، ونشروا مقاطع للمقاومة ورسائل للكيان الصهيوني. حينها علق حمزة ضاحكا وقال: أن أقضي كامل حياتي في السجن لهو أهون علي من أن أساعد القتلة والمجرمين، مضيفا أنه لو كان طليقا لساند الفلسطينيين في هزيمة عدوهم وشارك القراصنة فرحتهم. الجرائم الإلكترونية قضية حيوية تمس الأمن القومي الأمريكي مباشرة، ومؤشراتها في صعود مستمر، وعقوبة الإعدام غير واردة في مثل هذه الجرائم بالنسبة للقانون الأمريكي. ليبقى السؤال: هل ستكتفي الولايات المتحدة بسجن الخارقين لمواقعها، أم أنها ستجري تعديلات على قانونها الخاص بالعقوبات الإلكترونية؟ غير أن الحكم النهائي على حمزة بن دلاج سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة.